إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذا البرنامج المتجدد الذي نتكلم به حول جملة من الأخلاق والآداب، وقد تمنينا ونتمنى أن يكون له نصيب من اسمه نزهة الخاطر. تكلمنا فيما سبق عن مسألة حسن الخلق، ويتصل حديثنا في هذه الحلقة بسابقه حينما نبين أن التوفيق لاكتساب الأخلاق هو مما لا شك فيه أنه نعمة من نعم الله تعالى يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولعظيم منزلة الأخلاق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أخذا بهذا الفضل العظيم، لأنه ما ترك خلقا إلا أخذ برأسه وذروته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كانت سيرته أعظم شاهد على ما حباه الله عز وجل به من الفضائل، فصدق ذلك بقوله وفعله. فقد كان يرى اللعب المباح ولا ينكره، وكان يسابق أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، فسبقته على رجلي، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، خرجت معه في سفر فقال لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذا الحال؟ قال: لتفعلن. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك السبقة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه رحيما رفيقا في تعامله مع الخلق، حتى مع خدمه ومواليه. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا غاية التواضع، يرقع ثوبه ويخصف نعله، يركب الحمار ويردف خلفه، ويأكل الخشن من الطعام، وما شبع قط من خبز حنطة 3 أيام متوالية حتى لقى الله تعالى. من دعاه لباه، ومن صافحه لم يرفع يده حتى يكون هو الذي يرفعها. يعود المريض ويتبع الجنائز ويجالس الفقراء. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ما كانت تغلق من دونه الأبواب ولا كان دونه حجاب صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما، حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. إذن المسألة تكون على مسألة التعامل بحسن الخلق وبسطة الصدر واكتساب هذه الآداب، إلا أن تكون بعض هذه الأخلاق المدعاة تقود إلى الإثم، فيقف المسلم عند ذلك
وإلا سائر ذلك فإنه يتعامل بحسن الأخلاق ولا يحمل الأمور أكثر مما تحتمل، فإن في دين المسلمين فسحة، ولا شك أنه دين يسر، حتى إذا وقف المسلم على باب يرى أنه يقوده إلى الحرام توقف عند ذلك. ومن جميل ما ورد من القصص التي تدل على محاسن الأخلاق مما شنف الأسماع ذكره ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ورد علينا الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان واليا على المدينة، وكأن وجهه ورقة من ورق المصحف، فوالله ما ترك فينا فقيرا إلا أغناه، ولا مديونا إلا أدى عنه دينه، وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماء، ويكلمنا بكلام أحلى من الجنى. ولقد شهدت منه مشهدا يذكر: تقدينا يوما عنده، فأقبل الفراش بصحفة فعثر في وسادة، فوقعت الصحفة من يده، فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد، وانكب جميع ما في حجره، فبقي الغلام متمثلا واقفا ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليه، يعني خائف مرعوب. فقام الوليد فدخل فغير ثيابه، وأقبل علينا تبرق أسارير وجهه، فأقبل على الفراش وقال: يا بائس، ما أرانا إلا روعناك، اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله. وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت حسن الخلق؟ قال: من قيس بن عاصم، بينما هو ذات يوم جالس في داره إذ جاءته خادمة له بسفود عليه شواء حار، فنزعت السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها، فوقع على ابن له فقتله لوقته. فدهشت الجارية فقال: لا روع عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا من عبيده يحسن صلاته يعتقه، فعرفوا ذلك من خلقه، فكانوا يحسنون الصلاة مراءة له، فكان يعتقهم، فقيل له في ذلك فقال: من خدعنا في الله انخدعنا له. وكتب الحسن بن علي إلى أخيه الحسين رضي الله عنهم أجمعين في إعطائه الشعراء، فكتب إليه الحسين: أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقي به العرض، فانظر إلى شرف أدبه وحسن خلقه مع أخيه، كيف ابتدأ كتابه لأخيه بقوله: أنت أعلم مني. يقول عبد الله بن طاهر: كنا عند المأمون يوما، فنادى بالخادم: يا غلام، فلم يجبه أحد، ثم نادى ثانيا وصاح: يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول: ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ فنكس المأمون رأسه طويلا، فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه، ثم ناظر إلي فقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. فانظر وتأمل كيف بعض الناس الآن يذهب إلى سوء المعاملة مع الخدام، يقول حتى يتأدبوا ولا يدسروا، حتى يعملوا جيدا، حتى لا يجترئوا عليه، وهو لا يدري أنه من خلال ذلك يعود نفسه ويسلب أخلاقه وهو لا يدري، فيعود نفسه على الغلظة، يعود نفسه على الفحش في القول والكلام وما شابه ذلك، كل هذا من أجل تأديب الخدم، وهو بذلك يسلب شيئا من أخلاقه الكريمة. ومن محاسن الأخلاق ما حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال: كنت نائما ليلة عند المأمون فعطش، فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه وأنا نائم، فينغص علي نومي، فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء، وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من 300 خطوة، فأخذ منها كوزا فشرب، ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من الفراش الذي أنا عليه، فخطى خطوات خائف لئلا ينبهني حتى صار إلى فراشه. ثم رأيته آخر الليل قام يبول، وكان يقوم في أول الليل وآخره، فقعد طويلا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام، فلما تحركت وثب قائما وصاح: يا غلام، وتأهب للصلاة،
ثم جاءني فقال لي: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ وكيف كان مبيتك؟ قلت: خير مبيت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين. قال: لقد استيقظت للصلاة فكرهت أن أصيح بالغلام فأزعجك. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء وأحب إليك سيرتهم، فهنأك الله تعالى بهذه النعمة وأتمها عليك، فأمر لي ب1000 دينار فأخذتها وانصرفت. قال: وبت عنده ذات ليلة فانتبه وقد عرض له السعال، فجعلت أرمقه وهو يحشو فمه بكم قميص يدفع به السعال حتى غلبه، فسعل وأكب على الأرض لئلا يعلو صوته فأنتبه. وكنت معه يوما في بستان ندور فيه، فجعلنا نمر بالريحان فيأخذ من الطاقة والطاقتين ويقول لقيم البستان: أصلح لهذا الحوض ولا تغرس في هذا الحوض شيئا من البقول. ومشينا في البستان من أوله إلى آخره، وكنت أنا مما يلي الشمس والمأمون مما يلي الظل، فكان يجذبني أن أتحول أنا في الظل ويكون هو في الشمس، فأمتنع من ذلك حتى بلغنا آخر البستان. فلما رجعنا قال: يا يحيى، والله لتكونن في مكاني ولا أكونن في مكانك حتى آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبك، وتأخذ نصيبك من الظل كما أخذت نصيبي. فقلت: والله يا أمير المؤمنين، لو قدرت أن أقيك من السوء بنفسي لفعلت. فلم يزل بي حتى تحولت إلى الظل وتحول هو إلى الشمس. ومن جميل ما يذكر ما حكي أن ملكا من ملوك الفرس خرج يوما للصيد فانفرد عن أصحابه، فرأى صيدا فتبعه طامعا في لحاقه حتى بعد عن عسكره، فنظر إلى راع تحت شجرة فنزل عن فرسه ليبول، وقال للراعي: احفظ علي فرسي حتى أبول. فعمد الراعي إلى العنان وكان ملبسا ذهبا كثيرا، فاستغفل الملك وأخرج سكينا فقطع أطراف اللجام وأخذ الذهب الذي عليه، فرفع الملك نظره إليه فرآه فغض بصره وأطرق برأسه إلى الأرض وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته. ثم قام الملك فوضع يده على عينيه وقال للراعي: قدم إلي فرسي فإنه قد دخل في عيني مما في الريح فلا أقدر على فتحهما. فقدمه إليه فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره، فقال لصاحب مراكبه: إن أطراف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها أحدا. وذكر أن ملكا وضع الموائد للناس في يوم من الأيام وجلس، ودخل وجوه أهل مملكته فأكلوا، فلما فرغوا من الطعام جاءوا بالشراب وأحضرت الفواكه في آنية الذهب والفضة. فلما رفعت آنية المجلس أخذ بعض من حضر آنية من ذهب وزنها 1000 مثقال وخبأها تحت ثيابه والملك يراه. فلما فقده الشرابي صاح بصوت عال: لا يخرجن أحد حتى يفتش. فقال الملك: ولما؟ فأخبره بالقضية، فقال: قد أخذه من لا يرده ورآه من لا ينم عليه، فلا تفتش أحدا. فأخذ الرجل الآنية ومضى فكسرها وصاغ منها حلية لسيفه وجدد له كسوة جميلة. فلما كان في مثل ذلك اليوم جلس الملك ودخل ذلك الرجل بتلك الحلية، فدعاه الملك وقال له: هذا من ذاك؟ فقال: نعم أصلحك الله. وكما أن تحسين الأخلاق أمر واجب ومحمود، فتجنب أخلاق السوء أمر لازم مؤكد، لأن سوء الخلق باب من أبواب الإثم وينفر الناس ممن اتصف به. ولذلك قيل: من ساء خلقه قل صديقه. وقال الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه. وعلى المسلم أن يصاحب من يدله على محاسن الأخلاق وينهاه عن مساوئها، فإن الصاحب الناصح من خير ما يستفيده المسلم في حياته. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا خالطت فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيء الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء. ولئن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه،
وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. وينبغي للمرء إن أراد أن تصفو له مشاربه وألا يكدر عيشه ألا يسيء إلى الآخرين وألا تسوء أخلاقه معهم، فإن إساءته للآخرين تدعوهم إلى أن يعاملوه بمثل صنيعه، وهذا مما يزيد أحزانه ويذهب سروره وينغص سعادته. وقد قيل: سوء الخلق يعدي لأنه يدعو إلى أن يقابل بمثله. وقالت الحكماء: من ساءت أخلاقه طاب فراقه، ومن حسنت خصاله طاب وصاله. فالواجب على المرء أن يحسن أخلاقه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبذل للناس المعروف والإحسان، وأن يلقاهم بالبشر وإظهار المودة، فإن ذلك كفيل بأن يدفع عن المرء الضغائن والإحن، وأن يقرب البعيد ويستجلب الوداد والمحبة. وقد قيل: وإني لألقى المرء أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن كامن، فأمنحه بشرا فيرجع قلبه سليما وقد ماتت لديه الضغائن. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.